أبسط وأحلى تحلية ممكن تعمليها في 10 دقايق هي صوابع زينب، النهارده بإذن الله هاعمل معاكم صوابع زينب بطريقة بسيطة جدًا وجميلة جدًا، سمي الله وصلي على الرسول، وتعالي نشوف طريقة التحضير. كل اللي أنا هاحتاجه هي كوبايتين من الدقيق الأبيض، والكوباية باعاير بيها نفس كل المكونات، هاضيف كوبايتين من الدقيق العادي وكوباية من دقيق السميد، لو هتحطي كوباية من الدقيق العادي يبقى نص كوباية من دقيق السميد، يعني السميد نص الكمية. باحط عليهم معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، باقلبهم وباحط عليهم ذرة من الملح، هاحط معلقة من السكر بس هاحطها في المية مش هاحطها على الدقيق عشان ميكونش مخرز معايا. بنزل بالمية بالتدريج للعجينة. هنا هاحط الكوباية مع ربع كوباية من المية عليها معلقة من السكر، وبنزل برضو بالتدريج وبعجن العجينة. بتكون بالشكل ده كده، بعمل منها كور عشان التشكيل. طبعا الحجم المناسب تقدروا تشكلوا بيه براحتكم. هجيب بقى اللي هي المبشرة او اي حاجة متوفرة عندكم، ممكن المصفى، ممكن مقصوصة، اي حاجة عندكم تقدروا تشكلوا عليها تديكوا الشكل مظبوط 100%. انا هنا جبت المشط بتاع الاثناء التسريح، وده مش نظيف والله، انا ما استعملته خالص وغسلته ونشفته كويس وبدات اشكل عليه، حلو جدا في التشكيل. ده يعني في اضيق الحدود ممكن تعملي على المصفى، انا برضو شكلت على المصفى اللي هي بنصفي بيها دي، بتكون حلوه، بس الحقيقي يعني المشط عطاني الشكل مظبوط جدا. ممكن ورقه كرتونه ناشفه اللي هي الجنب اللي يكون مضلع ده. في طاسه بقى احط كميه من الزيت وابدا اقلي فيها الصوابع زينب. لو بتتفرجي عليا لحد دلوقتي وما حطيتيش اللايك اتمنى تحطيه، عشان ده بيشجعني جدا ان انا اعمل فيديوهات وانزل لكم طرق بسيطه جدا مش هتاخد منك 10 دقايق وفي نفس الوقت بتكون حلوه، يبقى استاهل منك لايك. بحمرها بقى على كل الجوانب وبصفيها كويس من الزيت، وبخرجها على مصفى عشان تنزل كل الزيوت اللي فيها. بكون مجهزه معايا شربات تقيل، شربات الحلويات يعني يكون زي بتاع الكنافه والقطايف. انا عملت معاكم الشربات يعني عايز طريقة الشربات، كوباية من السكر عليها كوباية من المية، بسيبهم 10 دقايق على النار مع عصرة ليمونة وشوية فانيليا. الشربات كان تقيل معايا وبارد، وخدوا بالكم لازم الشربات يكون بارد. وبحطها فيها وسيبوها شوية عشان تشرب من الشربات، يعني تكون شرب من الشربات بتاعها كده. سيبوها يعني مدة حلوة كده 5 دقايق في الشربات عشان كلها تكون متشربة الشربات بتاعها. بصوا انا هقلبها واطلعها، بس انا رجعت تاني حطيتها في الشربات عشان يعني التصوير وكده. بس الشربات بيكون تقيل. بصفيها بقى كويس بالمقصوصة وبحطها في طبق التقديم. مش هتاخد وقت خالص، جميلة جدا. اتمنى يعني تكون عجبتكم الفكرة. بصفيها برضو كويس من الشربات وهكذا لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. هما عملوا كمية حلوة، انا كنت مستعملة كوباية صغيرة، يعني لو هتستعملي المج بتاع الشاي ده هيعمل معاكي كمية اكبر من كده. بس كده خلصت الفيديو، كنت معاكم زهرة الماس، اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.